ايه الحلو ايه الوحش من منتجات ديرماتين؟ خلينا متفقين في بداية الفيديو ان الحلو عندي ممكن يكون مش حلو عندك، واللي جاب نتائج كويسة معاكي ممكن ما يجيبش نتائج كويسة معايا. باختصار شديد جدا هعرفك ايه مميزات وعيوب كل نوع من السيرم. واول سيرم جه معايا هو سيرم النايسيناميد 5%، وكمان حمض الهيالورونيك. في كمان 3 انواع من السيراميد لتعزيز حاجز البشره. النسبه دي ممتازه جدا جدا لاصحاب البشرات اللي ما استخدمتش قبل كده نايسيناميد. عندها مشكله الحبوب تحت الجلد، عندها افراز زايد في الدهون، مسام واسعه، هيكون حلو قوي معاهم. اما بقى طريقه استخدامه، بنستخدمه الصبح وفي الليل عادي خالص، بس بشرط تكون طبعا البشره مترطبه بشويه ميه. وبعد ما بتطبقيه في النهار بتطبقي بعديه واقي شمس لو هتتعرضي للشمس، وفي الليل بتطبقيه طبعا مع الروتين العادي بتاعك. طيب بالنسبه لي انا تركيز 5% نايسيناميد مش مناسب خالص لبشرتي، يعني مهما عملت بحس ان انا بحط هوا. فعايزه اقول لك انت لو عمل معاكي برضو نفس الفكره، فانت اعرفي طبعا انت متعوده على تركيزات اعلى، فان نسبه 5% دي مش هتجيب معاكي نتيجه تمام. بس في المقابل انا بستخدمه احيانا لما تكون مثلا بشرتي فيها التهاب، متحسسه من اي منتج من اي سبب، فبصراحه بيكون جميل جدا، مش بيسبب لي اي تهيج خالص. سيروم فيتامين سي من ديرماتين تركيز 10%. عايزه اقول لكم هو صيغه فيتامين سي اللي فيه هي مستقره الى حد ما، وكمان بتناسب البشرات الحساسه. هو مكون من 10% من فيتامين سي اسكوربيك جلوكوزيد، في كمان 1% هيالورونيك اسيد، ترانزيميك اسيد، في كيو 10، فيتامين اي، كمان فيتامين بي 5، مستخلص الشاي الاخضر. طيب في الويب سايت بتاعهم هما بيقولوا لنا ان احنا نستخدمه الصبح طبعا على بشره جافه ونظيفه. بنبتدي نطبق نقاط من السيرم، ونستخدم بعده على طول الصن بلوك بتاعنا في الصبح. عايزه اقولك بيدي اشراقه غريبه للبشره، وبيمنع فعلا اكسده البشره اللي بتحصل دايما من استخدام السان سكرين او من تعرضنا للشمس. طب هل سيروم فيتامين سي من ديرماتين بيفتح البشره او بيزيل التصبغات؟ هو ممكن يديكي جلو، يعملك تفتيح بسيط كده، او يحميكي من اسمرار الشمس، بس ابدا ملوش علاقه بعلاج تصبغات البشره او اثار الحبوب اللي هي بتكون عميقه. ممكن يفتح بس الاثار الجديده. هو منزل لنا 2 سيرم للتفتيح، واحد منهم اللي هو الفا اربيوتين، والتاني حمض الجلايكوليك. الفا اربيوتين 2%، هما بيقولوا لنا ان هو مناسب لكل انواع البشره. هو كمان بيحتوي على حمض الهيالورونيك اسيد، وكمان حمض الفيروليك، وحمض البنسويك، حمض الترانزيميك، وبصراحه مكونات تانية كتير لتفتيح البشره. وعشان نلاقي منه نتيجه كويسه لازم نستخدمه على بشره رطبه بشويه ميه، ونستخدمه الصبح وبالليل. لو انت بشرتك جافه استخدمي بعديه مرطب، ولو بشرتك حساسه انصحك ان انت تخلطيه مع المرطب بتاعك ايا كان نوع بشرتك. وعشان ما يحصلش معاكي اللي حصل معايا انا، السيرم الالفا البيوتين عمل لي تهيج للبشره شديد، فانت لازم تستخدميه بالتدريج. دي الغلطه اللي انا عملتها وما انتبهتش ليها في البدايه. طيب المفروض هننتظر منه ايه؟ اقول لكم انا، هو بيفتح البشره اللي هي اتعرضت لشمس، اتحرقت من الشمس، عملت تصبغات شمس الجديده، ده هتلاقيه اشتغل عليها بسرعه جدا. لكن بقى الكلف الشديد، التصبغات القديمه، الحاجات العميقه قوي اللي هي بقى لها سنين معاكي، لا مش هيعمل معاها اي حاجه. ولو عايزه تلاقي منه نتيجه انت ممكن تستخدميه طبعا معاه مقشرات زي ما هما منزل لنا حمض الجلايكوليك بنسبه 10%، واللاكتيك اسيد برضو 5%. استخدام الاثنين سيروم دول مع بعض بيجيبوا نتيجه هايله للتفتيح، بس طبعا لازم تكون بشرتك تستحمل حمض الجلايكوليك لانه مقشر كيميائي. وكمان الالفا اربيوتين برضو ماده فعال للتفتيح، برضو هي مش مناسبه قوي للبشرات الحساسه. كمان ممكن تطلع لك حبوب، بالمناسبه في ناس طلع لهم حبوب كتيره، فده طبعا نتيجه ان هو عمل لهم تحسس. فانت لو بشرتك دهنيه وحساسه اتدرجي جدا، يعني ابتدي تستخدمي نقطه واحده في اليوم، تجربي وتخلطيها بالمرطب بتاعك. وكمان حمض الجلايكوليك تعملي له اختبار حساسيه الاول علشان ما تدمريش بشرتك. سيرم ديرماتين جلايكوليك اسيد انا بصراحه ما جربتهوش، لاني انا بشرتي في الفتره دي متحسسه جدا، فمش هدخل عليها اي احماض. بس انا برضو هقول لكم مكوناته، وهقول لكم برضو طريقه استخدامه اللي هي نازله على الويب سايت. هو نسبة الجلايكوليك أسيد 10%، في كمان حمض اللاكتيك 5%، في أحماض كتيرة زي حمض الهيالورونيك طبعا ده لترطيب البشرة، حمض الكوجيك، وخلاصة العرقسوس، وفيتامين بي 5، الانتوين، ومكونات تانية كتير. مقشرات احماض الفواكه دي لازم نستخدمها طبعا بالليل بس على بشره جافه ونظيفه. بنبتدي ناخد 3 نقاط بس، وبنستخدمه 3 مرات في الاسبوع. وزي ما قلت لكم اتدرجوا في استخدامه، يعني مش 3 مرات في الاسبوع كبدايه، استخدميه بس مره في الاسبوع، يعني اول الاسبوع واخر الاسبوع مره. ابتدي تاني مره لو ما حصلش تهيج ابتدي كرريه وزودي لغايه لما توصلي 3 مرات في الاسبوع بس. ابتدي بعد كده دخلي سيرم الالفا اربيوتين لو انت خلاص متعوده عليه وضامنه ان هو مش بيعملك تحسس، واستخدميهم مع بعض. نتائج التجارب اللي حواليا بصراحه بتجيب نتائج حلوه قوي قوي فعلا في التفتيح.
السيروم اللي بعد كده من ديرماتين هو الساليسيليك اسيد 2%. ده بقى مناسب جدا للبشرات الدهنيه والمختلطه اللي هي زي حالتنا. معظمنا بشرتنا متعوده عليه عشان معظم الغسولات البشره الدهنيه والمختلطه بتحتوي على نسبه 2% من الساليسيليك اسيد، فلذلك هو مش هيعمل تحسس زي الجلايكوليك اسيد لو انت اول مره بتستخدمي الجلايكوليك اسيد. هما كمان حاطين لنا 1% هيالورونيك اسيد علشان برضو الترطيب. في كمان سانتيلا بانسينول والانتوين خلاصه الشاي الاخضر، وده بنستخدمه 3 مرات في الاسبوع على بشره جافه، برضو بنستخدمه في الليل بس، ولازم طبعا نطبق بعدين المرطب بتاعنا. هما ضايفين عليه اضافات كويسه سانتيلا بانسينول الانتوين طبعا عشان يمنع تحسس البشره، ومع ذلك برضو من المفضل اعملي اختبار حساسيه منه الاول. طيب بالنسبه لي انا حمض الساليسيليك ده بيفيد بشرتي في ايه؟ ان هو بيقشر لي البشره تقشير خفيف، لو في حبوب او اثار حبوب دي بيقشرها خالص. كمان الرؤوس السوداء دي بيقضي عليها خالص، يعني مع التدريج يمكن ما تحسيش بكده في الاول، لكن مع الاستمرار بتحس ان فعلا المسام ضيقت ومفيش فيها اي رؤوس سوداء خالص. نيجي بقى للسيرم الجوكر بتاع ديرماتين. هو بصراحة اللي يستحق بجدارة الشهرة لانه فعلا فعال جدا وجميل وسعره رخيص جدا وبيعالج مشاكل كتير قوي قوي، وبديل كويس قوي لمنتجات مستوردة غالية قوي قوي. سيروم السانتيلا ديرماتين ده فيه اسياتيك 5%، 1% هيالورونيك اسيد، فيه انواع سيراميد لترميم حاجز البشرة، سانتيلا والوفيرا، فيه مواد بصراحة مهدئة كتير قوي للبشرة المتحسسة. بنستخدمه عادي خالص في اي وقت من اليوم، الصبح او بالليل. مين اللي هيحتاجه؟ انا وانتي والناس اللي بتحب تستخدم دايما منتجات جديده وبيحصل لها تحسس. ده سيرم منقذ لجميع انواع البشره، تقدري تستخدميه بعد التقشير بالليزر او التقشير الفيزيائي الكيميائي، تنظيف البشره. لو عندك كمان حبوب حمراء التهابيه بيهديها قوي قوي كمان في نفس اليوم. يحسن كمان من شكل وملمس الجلد المتضرر بطريقه حلوه قوي بصراحه. هو يعتبر جوكر ديرماتين. سيروم الريتينور من ديرماتين تركيز 1%. هو طبعا مش مناسب خالص للحامل او للمرضى. هو بيحتوي كمان على حمض الهيالورونيك وفيتامينات زي فيتامين اي وبي 5 وانزيم كيو 10 اللي هو طبعا مضاد للاكسده قوي جدا، وبنستخدمه مساء بس على بشرة جافة 3 مرات في الأسبوع. أنا أقولك لأ، أنت لو مبتدئة أولا نسبة 1% مش هتناسبك، هتعملك تحسس زي ما عملت معايا. فأنت الأفضل جربي منتجات تانية تكون في 1/10 وتركيزات بتكون معقولة. لو أنت حابة السيرم ده وجبتيه وعايزة تستخدميه، ابتدي طبقيه بالتدريج. هتاخدي نقطة واحدة بس منه وتخلطيها مع المرطب بتاعك وهتستخدميه يوم أو يوم لأ. لو حسيتي إن ما حصلكيش تحسس ابتدي زودي الكمية، وياريت لو بتستخدمي معاه كريم سانتيلا او سيروم سانتيلا علشان برضو ما يعملكيش اي تهيج. لو انت بقى محترفة استخدام ريتينول فهو هيكون معاكي كويس، بس مش كويس قوي لان نتائجه الى حد ما بطيئة. سيروم هيدرا باور ديرماتين هيالورونيك اسيد 2%. هو بيحتوي على نوعين من الهيالورونيك اسيد، في واحد منهم جزيئاته صغيره بتمتص للاعماق، وفي طبعا للجزيئات الكبيره اللي هو بيديكي اشراقه بيديكي امتلاء لشكل البشره. بيستخدمه عادي الصبح او بالليل في اي وقت، وتقدري تدخليه في اي روتين، ما بيعملش اي مشاكل مع اي مواد فعاله تانية. بالعكس هو بيساعد على ترطيب البشره جدا جدا، وبيساعد برضو كريمات التفتيح ان هي تقوم بشغلها عشان البشره المترطبه بتتفتح اسرع. تقييمي ليه ان هو سيروم كويس، قوامه مش لزج قوي، ما بيعملش مشاكل للبشره. ترطيبه كمان عادي، في بصراحه انواع احسن منه، يعني سيلت يعتبر احسن منه بكتير. كده احنا اتبقى لنا سيروم العين من ديرماتين بس، ده انا هعمله فيديو منفصل عشان ده موضوع كبير قوي. والفيديو كده خلاص خلص. ما تنسوش تقدروني وتعملوا لايك لان فعلا انا تعبت جدا في الفيديو ده، وعشان دايما يوصلكم اشعارات مني لازم تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس الاشعارات. اشوفكم على خير في فيديو جديد. اي سؤال طبعا اكتبوا لي في الكومنتات. مع السلامه.